ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتي بيروز فود. النهارده هنعمل مع بعض سفره ان شاء الله تعجبكم. هنعمل النهارده مع بعض الحمام الكداب. قبل ما نبدا وصفتنا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اول حاجه هنعمل وصفه الحمام الكداب. عندي هنا 4 اوراق مخليين. انا بخلي الفراخجي هو اللي يخلهم لي اهم، بس بيسيب الجزء ده اللي عند الدبوس، بيطلع من هنا العظمه ويسيب الجزء ده مقفول. اول حاجه بعملها ان انا بتبل الاوراق بتاعتي دي. عندي ليمونه، عندي كمان التوابل هنا عباره عن ملح وفلفل اسود، شويه من بهارات الفراخ وبصل بودر وتوم بودر. هلخبط ده كله على بعضه كده، وهبدا اتبل الفراخ بتاعتي من الناحيتين. اهم حاجه بقى عصره الليمون دي تدي طعم وريحه حلوه قوي قوي للوراك. وتتبيل الفراخ بصراحه ما ينفعش من غير ليمون، يعني الفراخ غسلينها ومنضفينها كويس جدا جدا، عينها كمان غسلينها بالملح والدقيق، وبعد كده رجعنا شطفناها ونقعناها بملح وخل وليمون اهو. ابدا بقى اتبل من الناحيه دي كويس قوي، اعصر كمان الليمون واسيبها بقى تتبل على جنب لغايه ما نعمل الخلطه اللي هنحشي بيها. عندي مكونات الحشوه عباره عن كوبايتين من الرز. طبعا مزوده هنا الرز عشان ده اللي هنقدمه تحت الحمام الكداب. كمان عندي هنا كبد وقوانص. عندي البهارات عباره عن 1 من اللومي، مكعب مرق، ورقتين او 3 لورا، فلفل اسود، بهارات فراخ، شويه قرفه صغيرين، وحاجه بسيطه خالص من ال7 بهارات. عندي ملح وعندي زبيب وعندي فلفل احمر واخضر، وطبعا كمان عندي بصل انا فرماه في الكبه بالطريقه دي. عندي هنا حله على النار، حط شويه من الزيت، اي زيت نباتي عندي. هحط كمان مكعبين زبده، مكعبين حلوين كده من الزبده. انا البصل فرماه في الكبه بس مش منعمه قوي، يعني خشن شويه. البصل بدأ يبقى لونه شفاف اهو، بس انا عايزاه يعني ياخد سنة لون خفيف كده اهو. عايزاه بس ياخد لون ذهبي فاتح قوي، فلسه هستنى عليه شويه كده. خلاص البصله بتاعتي بدأت تدخل على لون ذهبي جميل. هبدأ اخد الكبد والقوانص بتاعتي انزل على البصل عشان اشوحها كويس وتبدأ تدخل في السوا. دي تشويحه بس. هنزل عليها هنا بشويه صغيرين من السكر، رشه سكر بسيطه كده تساعد الكبد والقوانص ان هي تستوي، في نفس الوقت بتدي طعم حلو قوي. تمام كده. هنزل بالبهارات. هاخد بس اللومي دي اعمل لها صوب كده من هنا اهو، وانزل بكل البهارات بتاعتي ومكعب المرق كمان. ريحه البهارات حلوه قوي قوي، جميله جدا. بدأت الكبد والقوانص تتشوح والقوانص بدأت تدخل في السوا. هنزل دلوقتي بالزبيب. الزبيب طبعا بيدي للأكلة دي طعم في منتهى الجمال. هنزل بس هنا بشوية صغيرين من الفلفل الأحمر والأخضر، والباقي هنركنه على جنب دلوقتي أقول لكم هنعمل فيه ايه. تقليبة بس كمان، وهنزل دلوقتي بقى ايه بالرز. هنزل دلوقتي بقى بالرز اللي احنا غاسلينه ومصفينه كويس جدا. هشوح فيه بقى كويس قوي قوي. طبعا الاكله دي ممكن نعملها عادي برز مصري عادي جدا، بتطلع جميله برضو. بس الرز البسمتي بصراحه بتدي نتيجه جميله جدا، وخصوصا ان احنا كمان هنقدم الحمام الكداب بتاعنا على فرشه من الرز، فيستحسن يكون بسمتي. هحط الملح، نكمل بقى تشويح. دلوقتي انا بغلي ميه في الكاتل. الميه تنزل عليه لازم تبقى سخنه. هحط الميه بقى. انتوا عارفين ما بحبش احط الكاتل، ما بحبش احط الميه اللي في الكاتل على طول من الكاتل على الحله،
علشان ده احنا بنشرب فيه شاي، فممكن يلقط ريحه من ريحه الاكل ويغير ريحه الشاي، عشان كده مش بحب احط من الكاتل على طول. فافضي كده في طبق استانلس وبعدين ابدا احط. دول كوبايتين من الرز، يعني هنحتاج لهم حوالي 3 كوبايات من الميه. تمام كده. ممكن كمان نستعيض عن الكبده القوانص دي بحته لحم مفرومه، برضو هيبقى حلو قوي. دلوقتي بقى الميه غليت اهو، الرز غلي، هبدا اغطي عليه. اول ما يتشرب هبدا هقول لكم هنعمل ايه. وهسيبه بقى اول ما يتشرب هوريه. يتشرب اهو، الميه لسه ما خلصتش منه. هبدا اشيل، وبقى الرز نفسه نص سوا. تمام. هبدا بقى اخد منه الكميه اللي احنا عاوزينها بتاعه اللي احنا هنحشي بيها. يعني هاخد حوالي مثلا 5 معالق كده من المعلقه الكبيره دي كده. دي بتهيألي يعني ممكن نحتاج واحده كمان. دي اللي احنا هنحشي بيها الفراخ. وبقيه الرز ده هسيبه بقى، هدي عليه النار واسويه بالطريقه العاديه جدا. نسيت اقول لكم ان انا حطيت رشه من الحبهان المطحون مع البهارات بتاعتي، علشان تدي ريحه حلوه طبعا للكبد والقوانص وللرز عامه. يعني انزل انا هديت النار خالص. هبدا انزل هنا بشويه الفلفل بتوعي الجمال دول، عشان يستوي كده على البخار، وفي نفس الوقت يفضل مديني اللون الجميل ده. هدي بقى، هديت النار زي ما قلت لكم، وهبدا اغطي عليه واسيبه يستوي بالطريقه العاديه خالص. الرز اهو بدا يتلدن. دوبت حوالي ربع معلقه من بودره الزعفران، دوبتها في شويه ميه كده، وهنزل كده ايه على جنب بيهم كده اهو. مش هقلب بقى ولا حاجه، هغطي عليه واسيبه خالص لغايه ما يخلص خالص، وبعدين ويتلدن وتمام. قبل ما اقفل عليه بشويه هقلبه تقليبه وخلاص واطفي عليه. الفراخ خلاص اتبلت اهي، والحشوه بتاعتي كمان اهي. جهزت معايا البلاستيك راب، وكمان عندي كيس من الاكياس الحراريه اللي بتدخل الفرن. اول حاجه هعملها بقى، هجيب الوراك بتاعتي دي هنا. اهم حاجه تقعديها فتره في التتبيله عشان تديكي طعم جميل. هبدا بقى استعمل ايدي، هبدا بقى احشي الفراخ بتاعتي. الدبوس اللي احنا زي ما احنا قلنا هنا اهو، الدبوس ده جوه هنا هو شايل العظمه، بس ده لسه اهو موجود ما اتفتحش. هبدا احشي بقى جوه كده. اهم حاجه كمان عايزه اتاكد ان انا الحشوه اللي انا خدتها دي مش حشوه زياده، يعني مش هينفع ان انا استعملها واحط المعلقه في الفراخ وبعدين احطها في الحشوه تاني، وابدا ان انا ايه احطها تاني الحشوه استعملها مثلا في الرز ناكله او كده، الا لو هنسويه تاني يعني. وهبدا اكملهم كلهم، استعمل ايدي، هبدا اكملهم كلهم بنفس الطريقه دي. احشي الاول جوه كويس قوي قوي كده، وبعدين احط الحشوه هنا كده واعمل غيرها. هبدأ بقى ايه الف الحمام بتاعي اهو. هبدأ اجيبه كده على بعضه، والجلدة دي كمان عشان كده بنقول تملي الجلدة دي مهمة جدا، ما ينفعش تتشال. واعملها كده. ممكن على فكرة انا اقفلها بخلة عادي خالص، بس انا هنا مش هقفلها بخلة ولا حاجة، طالما هعملها هلفها في بلاستيك راب هي هتطلع معايا كويسة جدا. خلاص كده تمام. هغسل ايدي بقى واجي هنكمل مع بعض. هنبدأ نفرد البلاستيك راب قدامنا كده، ناخد بالراحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
كده هي ملفوفه كويس جدا جدا اهي. وبعدين ابدا ايه الف، وانا بلف اضغط كويس قوي اهو. اخدها بس بالورب كده شويه عشان افرد ايه، المفروض دي راس الحمامه تبقى مفروده كده شويه اهي كده. نرجع نلف كده الجناب اهو. كده اتلفت كويس جدا. تعالوا ما اشتغلنا في الفراخ، غسلنا ايدينا كويس جدا. ولازم نعقم كل اللي حوالينا، فهنجيب منديل كده نحط عليه شويه من الخل ونعقم كل المكان اللي احنا اشتغلنا عليه. خلاص كده خلصنا اللف الحمام بتاعنا اهو بالطريقه دي. هبدا دلوقتي اجيب الصينيه اللي انا هحط فيها، وده كيس من الاكياس الحراريه صغيره جدا من الدقيق عشان ما تلزقش. بفضل بيها المكيس كويس قوي كده، وافضي الدقيق ده. نبدأ بقى ايه نشتغل. هنضيف هنا الحمام اللي احنا لفيناه ده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. دي من اكتر الطرق اللي انا بحبها جدا بصراحة لطريقة الحمام الكداب. هقفل بقى الكيس بتاعي كده، القفل بتاعه اهو. ممكن نربطه كمان عادي يعني. طبعا دلوقتي مسخنه الفرن بتاعي على درجه حراره 180. ابدا اعمل فتحه كده صغيره من هنا. هياخد حوالي ساعه، ساعه وربع كده في الفرن، وان شاء الله هنشوفه مع بعض. نعمل مع بعض شويه سمبوسك. طبعا من اهم حاجه على السفره وبالذات في رمضان هي شويه المقبلات. عندي شويه من نعمل كده. ونلف كده اهو. طريقتها سهلة جدا جدا جدا، ومن احلى الحاجات فعلا اللي احنا بنقدمها على سفرتنا، وبالذات في رمضان زي ما احنا قلنا هي السمبوسك. ونقفل. هسوي السمبوسك في الفرن عشان تبقى خفيفة معانا، خصوصا بقى في رمضان. يعني ايه بنحاول نخلي الحاجة خفيفة شوية يعني. مع ان التحمير مفيش احسن منه بصراحة، طعمه حلو جدا. شوية زيت كده في صينية، اي زيت نباتي عندك. وهبدأ بقى اعمل كده ايه دهنة بالبرش، وابدأ ارص السمبوسك بتاعتي، وابدأ كده ايه نفس شوية الزيت هم كده اعمل كده. وانا احط على القفله، يعني خلي القفله دي من تحت كده واحط.
خلاص حطيناهم كلهم اهو، دهناهم من فوق ومن تحت بالزيت. هبدا بقى احطهم في الفرن، ما بياخدوش 10 دقايق وبيتحمروا في منتهى الجمال، وكمان بيبقوا خفاف اخف من التحت. خلاص الحمام بتاعي خرج من الفرن اهو. هبدا بقى افك الكيس ده بالراحه خالص كده، بالراحه على بعض عشان بيبقى الدخان بتاعه صعب قوي. بس كده هسيبه بقى يهدى شويه وابدا افك البلاستيك راب اللي عليه ده. هنبدا نعمل هنا التوبنج اللي احنا هندهن بيه وش الحمام من فوق عشان يتحمر كده وندخله تحت الشوايه يبقى جميل. هحط حوالي معلقه ونص كده من الصلصه، احط معاها شويه خل، احط كمان معلقه من دبس الرمان، رشه من الملح ورشه من فلفل اسود، وهحط كمان رشه من السكر. هقلب ده كويس قوي، وهندهن بقى بالفراخ بعد ما تهدى شويه. سوري الحمام بقى، خلينا نقول الحمام بعد ما نفك منه البلاستيك راب. الكهرباء هيبقى شغال معايا فوق وتحت، ولما عندكيش الاوبشن ده تحطي شغلي فوق مع تحت، حطي شغلي بس عليها الشوايه بس، هتطلع معاكي في منتهى الجمال. يلا بقى على الفرن وهنتقابل في التقديم ان شاء الله. كده خلصنا، بدأنا نغرف اهو. حطيت الرز في السرفيس، انتوا عارفين بحب اغرف في السرفيسات الواسعه دي ستانلس. حطيت الرز خلاص. هبدأ دلوقتي، الحمام خرج اهو من الفرن، هبدأ احطه فوق الرز بتاعنا. ارصه، شكله بقى تحفه اهو، ريحته تجنن وطعمه بجد بجد حلو قوي. بعد ما حطينا بقى الحمام على الرز، انا كنت شوحت شويه من الزبيب الاحمر في حته سمنه كده صغننه، وهبدا احطه دلوقتي اهو. التشويحه دي بتدي طعم حلو قوي للزبيب. وكمان هحط شويه من المكسرات، عندي شويه كاجو هحطهم، انتوا حطوا اي مكسرات تعجبكم موجودة عندكم في البيت يعني. وكمان هرش شوية من البقدونس اهو. شكل الطبق تحفة تحفة تحفة، لو محطوط على السفرة بجد في منتهى الجمال. ودي كانت وصفاتنا للنهاردة. عملنا مع بعض الحمام الكداب، حشوة جميلة جدا، وقدمنا معاه كمان الرز، وعملنا كمان السمبوسك بطريقة حلوة قوي. قدمنا كمان معاه شوية من الشيبسي، شوية من السلطة، وشوية من الزيتون اللي احنا كنا عاملينه مع بعض. ودي كانت وصفاتنا للنهارده، يا رب تكون عجبتكم. ولو عجبتكم ما تنسيش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وما تنسوش كمان تتابعوني على الانستجرام والفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.